تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرا غريبا ومريب عن عودة شاب إلى الحياة بعدما ظنوا أنه توفي منذ أكثر من يومين. وبحسب المعلومات المتداولة فإن الشاب يدعى أحمد المغربي، وقد توقف قلبه بعد زلزال فعاينه الطبيب وقال إنه توفي، فتم وضعه في البراد لمدة يومين وتم نشر صورته للتعرف عليه، وبعد ذلك تم وضعه في كيس الموتى، وأثناء القيام بدفنه تحرك الكيس وتبين أنه لا يزال حيا، وأفاد بأن به صحة جيدة حاليا.